طيب ندخل على الجوزاء. على الجوزاء بقى. طيب الجوزاء اللي هو 70,000 تصرف في الدقيقه الواحده. بس شوفي انا هقول لك، انا بشوف ان الام من برج الجوزاء دي ام كوميديانه. يعني تدخلي مع البيت تلاقي هرج ومرج. هي طب ما ده حاجه حلوه دي. دي جميله. يعني هي مع اولادها هي صاحبتهم، ما بتستخدمش ابدا سلطتها كأم، هي دايما صديقه لاولادها. وتحب بقى الفرفشه والنعنشه وتحب الاتصالات، فدايما تلاقيها يعني ولادها يحبوا يسالوها، وهي اوبن، يعني تقدر اوبن مايندد، بس غير مرتبه. يعني بس على فكره سريعه البديهه وسريعه التصرف جدا. يعني في اي مفاجآت لو جاي لها اي ضيوف فجاه تلاقيها بسرعه تعرف تدبر الامور. ما وتظبط. فدي حاجه كويسه قوي فيهم فيها. بس مع الزوج ما اعتقدش انها تبقى نافعه. يعني في مشكله بس بقى مع الولاد. يعني هي لطيفه ودمها خفيف وكده، بس احيانا ساخره بزياده. يعني ممكن تبقى قاسيه في سخريتها. يعني ممكن تسخر من ولادها لدرجه انها ممكن تهزلهم ثقتهم في نفسهم. يعني احنا بنتكلم برضو في العيوب عشان هي تاخد بالها. وبرضه موديه. انا اعرف ان ست الجوزاء موديه جدا، يعني برضه بطريقه لا تحتمل في بعض الاحيان. فهي ممكن لما بتقلب هي بتقلب بطريقه ساخره، بس السخريه اللي توجع يعني. فبقول لها بس ايه، يعني بلاش واحده كده تبالغي في بلاش السخريه.